السلام عليكم. هنتكلم عن آثارنا فين يا أستاذ ياسين النهاردة؟ في الولايات المتحدة. تمام، في الولايات المتحدة. طبعا استكمالا لسلسلة الفيديوهات اللي قلنا هنتكلم فيها عن آثارنا في الخارج، وده الفيديو التاني. النهاردة هنتكلم عن آثارنا في الولايات المتحدة ونشوف أعدادها كام. بس ما تنسوش وما ترتهوش مني عشان تعدوا معايا. في متحف الفنون الجميلة في بوسطن، الولايات المتحدة، فيه 45,000 قطعة أثرية. أما متحف كيسكي لعلم الآثار أن أربر الولايات المتحدة، فده كمان فيه نفس الرقم 45,000 قطعة. أظن إن هم كانوا 90 على بعض وتقسموا ولا حاجة زي كده. نروح لمتحف بنسلفانيا الولايات المتحدة. يوجد فيه 42,000 قطعة أثرية. طيب خلاص لحد كده؟ لا، ده لسه بنقول يا هادي، لسه بنقول بسم الله. متحف المتروبوليتان في نيويورك، وده كمان فيه 26,000 قطعة أثرية مصرية. أما المعهد الشرقي في شيكاغو الولايات المتحدة، وده فيه 30,000 قطعة أثرية مصرية. عد معايا، ما تتوهش في العدد، ما تتوهش مني وتروحش في أي حتة، واحسب علشان لسه سلسلة الفيديوهات بتاعتنا هتطول. وفي آخر فيديو إن شاء الله هقول لك إزاي كمية الآثار دي خرجت برا مصر، وبطريقة شرعية أو مش شرعية. دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.